اول حاجه طبعا وده شيء اساسي، الدقيق ده لازم يقف يا جماعه. الدكتور ده قال ده مضر جدا جدا جدا، وبيعمل ماده رخوه رغوه على الجهاز الهضمي، وبيمنع الامتصاص. فده طبعا يقف بجميع انواعه، كل انواع لازم تقف، اذا كانت بقى كنافه، اذا كان جلاش، كل منتجات الدقيق كلها طبعا احنا كلنا عارفينها. طبعا اي حاجه داخلها دقيق وقفها ومن غير كلام، يعني ان شاء الله تحس بتحسن ملحوظ باذن الله. طبعا المنتجات الغازيه دي طبعا ممنوعه، دي تاني حاجه معانا في الممنوعات دي كلها بكل اشكالها بقى، بيبسي وكولا وفانتا وسبرايت ومشروبات الطاقه طبعا كلها برضو ممنوعه. الدكتور ده اكد عليها، مشروب الطاقه ده لازم توقفه ما تشربوش. ومنهم البريلي برضو والفيروز برضو، الاتنين ممنوعين لازم نوقفهم وما نشربهمش. تالت حاجة معانا بعد كده منتجات الألبان كلها، اللبن بقى والجبنة. طبعا اللبن ده يا جماعة الدكتور ده قال بيعمل مشاكل في الظهر، بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، صعب يعني الهضم في أنزيم معين. ومعنا برضو الحليب البودرة برضو ممنوع، والجبنة القريش برضو والجبنة البيضاء بجميع أشكالها ممنوعة، والجبنة المعلبات برضو ممنوعة، والجبنة اللي هي بتبقى في علب كده زي ما انتم شايفينها كده دي برضو ممنوعة يا جماعة، دي محدش ياكلها. بعد كده معانا البيض ده طبعا لازم توقفه، احمر وصفة احمر وابيض، ما تاكلهوش خالص، ابعد بيض عنه. البيض طبعا اساسي طبعا اللي عامله البيض الفرخه طبعا، فاللي جايبه البيض الفرخه تبعد بيض عنها هي وبيضها. وكبد القانص بتاعتها دي برضو من الممنوعات. بعد كده نتكلم بقى على البقول. الفول طبعا دي من الممنوعات. الفول ده رقم واحد يا جماعة، لازم توقفه خالص لان هو صعب على الجهاز الهضمي وصعب على القولون، والقشرة بتاعته بتتهضمش بالسهل. الحمص برضو من الممنوعات، والبقول بانواعها بقى، فاصوليا وسوداني وترمس وحمص، والعدس برضو، العدس الاصفر والعدس بجبة برضو من الممنوعات. ممكن بس تشرب شوربة العدس مرة واحدة في الشهر في الشتاء، يعني ممكن مسموح مرة أو مرتين بالكتير. البسلة طبعا من الممنوعات، البسلة والجزر، بسلة والجزر لوحده حتى برضو من الممنوعات، ما تاكلوش لوحده لأن بيجرح الجهاز الهضمي. طبعا الخضروات كلها الورقية بقى كلها ممنوعة، الخس بقى والجرجير والفجل والكرنب والبقدونس والكزبرة والشبت والملوخية طبعا ما تشربهاش ولا تاكلها، ممنوعة. طبعا الورق العنب طبعا ده اساسي، ده طبعا ما بيتاكلش من الممنوعات برضو ورق العنب. ومعانا كمان النعناع برضو من الممنوعات، ما تاكلش ورق نعناع من الممنوعات لان بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. وطبعا البطيخ ده طبعا من الخضروات يا جماعة مش من الفواكه، ده خضروات ممنوع، الدكتور ضياء قال من الممنوعات. والشمام طبعا، الشمام طبعا ده محدش ياكله، من ضمن قائمة الممنوعات بتاعة نظام الطيبات. بعد كده الجمبري ده اساسي محدش ياكله. ده قلنا بقى اللي احنا هنقوله من ضمن الممنوعات من الاسماك، ده طبعا من الاسماك، بس ده ممنوع، اللي هو الجمبري والسبيط دول ما تاكلهمش ولا تقرب لهم. من الادويه بقى الاسبرين، ده ممنوع جدا، بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيعمل قرحه. وهو والانفنترن ده برضو بيعمل ثقب في الجهاز الهضمي، وبيعمل مشاكل جامه في الجهاز الهضمي. فالدكتور ده اكد عليهم ان دول ممنوعين جدا يعني. في النهايه بنشكر دكتور ضياء العوضي الذي اضاء لنا الطريق. شكرا دكتور ضياء.